هلو. بما اني دلوقتي كنت قاعدة بحضر للمدرسة، طبعا التربية العملي وسنينها، دفتر التحضير اهو. قاعدة بحضر للمدرسة، افتكرت حاجة مهمة جدا 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 استفدتها من خلال رحلتي في تربية عملي، وحبيت ان انا اشاركها لكم. الا وهي ايه بقى الحاجة دي وهي الحقوق الفردية. يعني انا وانا بتعامل مع الطلبة في الفصل بدأت ان انا اتبع سياسة حتة الحقوق الفردية. يعني ممكن يكون طالب مش اشطر حد في الماث بس ممتاز في الانجليش، ممكن يكون مش شاطر لا في الماث ولا في الانجليش بس عنده لغة عربية فصيحة وشاطر جدا في العربي، ممكن ما يكونش شاطر في المواد الدراسية بس محترف في الرسم، ممكن ما يكونش محترف في الرسم، ممكن يكون بيلعب كورة حلو قوي لدرجة ان محدش بيعرف يلعب كورة حلو قوي كده. فلما انا بدأت ان انا اركز على حتة ان كل طالب، مش لازم كل الطلبة بيتعاملوا بنفس التعامل ومش كل الطلبة بتمشي معاهم بنفس الطرق، بدأت الامور قدامي توضح، وبدأت ان انا اشوف حاجات انا عمري ما كنت هشوفها لولا ان انا فعلا دخلت في مدعكه التربيه العمل دي، وبدات ان انا امسك فصول واتعامل مع الطلبه. فاصبح الموضوع بالنسبه لي ايه؟ اصبح الموضوع بالنسبه لي ان انا دلوقتي الطلبه كلهم مش بيتعاملوا باتيتيود واحد، مش كل الطلبه بتتعامل ان انت لازم تكون شاطر في الماده دي او لازم تكون بتعمل كذا او لازم ان انت تحقق سكور معين في الامتحان او كل الكلام ده. لا، بدات ان انا اتعامل مع كل واحد على حسب هو عاوز ايه، او كل واحد ايه الانترست بتاعته او ايه الحاجات اللي هو شاطر فيها بصفه عامه. يعني بدات كمان اكتشف ان هو من خلال فكرة ان انا دلوقتي بدل مش بقارن الطلبة ببعض، بدأوا الطلبة كل واحد فيهم بدأ يجيلي بالحاجة اللي هو مميز فيها. بدأت فعلا اكتشف مواهب عندي في الفصل، يعني بدأت ان انا اكتشف ان في ناس بترسم حلو قوي، ناس بترسم تحفة، وفي ناس هوايتها ان هم يقعدوا يقرأوا ويلخصوا الحاجات اللي هم بيقرأوها مع انهم صغيرين، يعني 5 و6 ابتدائي او رابعة، دول كلهم يعني بالنسبة لي كيدز، كلهم مش حاجة كبيرة. فبدات ان انا اكتشف حاجات ان هو بجد، يعني بدات ان انا encourage وسبورت. هي لما انا بعدت تماما عن فكره المقارنه ولازم انت تكون زي زميلك ولازم تجيب السكور اللي هو عمله ولازم تحققوا الحاجات اللي هم حققوها، بدات ان انا ابعد عن كل الكلام ده. اكتشفت ان في طلبه الناس بيسموهم يعني العيال يعني في الفصل الفاشلين واللي بيهربوا من الحصص واللي مش موجودين اصلا، بداوا يحضروا لي اصلا، يعني بداوا يحضروا وبداوا كمان متشجعين كده وعندهم حماس ان هم يجاوبوا. لما انا اسال سؤال انا يا مس وعايزه اجاوب، وتلاقي كل الطلبه عمالين يبصوا لهم كده زمايلهم اللي هو ازاي يعني دول فاشلين على فكره ومش عارف ايه وكده. فانا حسيت ان هو يعني الانسان I am so proud of me، بجد يعني I am so proud of me ان انا قدرت ان انا اخد الستيب دي وان انا قدرت ان انا اعمل حاجه زي دي. فبجد لقيت الموضوع فارق جدا، فارق جدا ان انت في واحد مش هيجي بالعنف، مش هيجي بانك تزعق له، مش هيجي بانك تقول له اي حاجه، بس مجرد ان انت هتصاحبه او هتفهم هو ايه النيدز بتاعته او هو عاوز ايه او ايه اللي في دماغه، هتلاقيه متجاوب معاك جدا وبيعمل حاجات كويسه جدا. بعيدا عن انه هو ممكن يجاوب في الفصل، في ناس ما يهمهاش الماده الدراسيه، يعني في ناس انا لما انا اتعاملت معاهم وبدات ان انا اتكلم معاهم هم مش هاممهم اصلا التعليم ولا الماده الدراسيه، لقيت ان بدأ يسمع معاهم في حتة تانية الا وهي ايه؟ فكرة البحث او فكرة ان هم يعملوا اكتيفيتيز في الفصل معينة. فلقيت ان هم عندهم مواهب في حتة تانية غير فكرة التعليم نفسه. فكل الحاجات دي لمست معايا في حتة دايما بنتقدها ودايما بقعد اقول للناس ان هو مش المفروض ان احنا نمشي بيها، الا وهي ايه بقى؟ المقارنة. فكرة المقارنة، يعني ليه يا جماعة نقعد نقارن الناس ببعضها؟ أولا إحنا التربية مش واحدة، البيئة مش واحدة، الدماغ مش واحدة. ممكن يكونوا اتنين واتولدوا في نفس البيت، اتنين توأم اتولدوا في نفس البيت، اتعاملوا مع نفس الأب ونفس الأم وخدوا نفس الحاجات، وتلاقي ده واحد طالع ظابط وواحد طالع ديلر. يعني بجد ممكن تلاقي اتنين نفس كل حاجة، بس ايه الفرق؟ الاختلافات الشخصية، المناعة النفسية اللي عندهم، كل الحاجات دي كل واحد عنده حاجات مختلفة. كل واحد، مفيش اتنين في العالم عندهم نفس البصمة. فيعني احنا هنجيب اتنين في العالم بقى عندهم نفس الحاجات او نفس الدماغ او ممكن يعملوا نفس النجاحات او يحققوا نفس الاهداف؟ مستحيل. فاحنا فكرة ان احنا طول الوقت بنقارن، على فكرة انت لازم تجيب مجموع جامد جدا عشان ابن خالتك، انت لازم تعمل زي ابن عمك، على فكرة يعني هو ابن عمك احسن منك في ايه؟ طيب، او فكرة ان هو الانسان طول الوقت مقارن، او ان هو في حد هيتقارن بيه. طب هو بقى احسن من ابن خالته، في ابن عمته اللي هو احسن منهم هما الاتنين، طب هو بقى احسن من وطول الوقت هو بيحقق سكور وعايز حاجة أعلى 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 أعلى. ففكرة المقارنة مش بتودي لأي حاجة غير إن الإنسان طول الوقت بيحاول إن هو يحقق في أهداف علشان ينافس الناس التانية وما بيبقاش مرتاح. سبحان الله، الإنسان ده بيكبر بيبدأ إن هو يعمل نفس الحاجة مع أولاده، فبتلاقوا إن
في توتر في حاجه. وفكره على فكره ان انت تقعد تبص في حياه غيرك وان انت تقارن نفسك بيها، ده ما انت كده بتمد عينك، انت كده بتمد عينك لعين حد، فاحتماليه كبيره ان انت تحقد عليه، واحتماليه كبيره ان انت تحسد وتتصاب بقى بامراض القلوب اللي هو الحسد والغيره والحقد والحاجات دي. فليه احنا علشان درجة او درجة في ثانوية عامة او درجة في الحياة عموما او علشان مادة دراسية او عشان دراسة نقعد نبوظ ونشوه الانسان في قلبه بالشكل ده او بالطريقة دي؟ ناس طبعا ممكن تقول لي على فكرة احنا لما بنقارنه بحد بنبقى احنا كده بنشجعه. على فكرة هو بليد شوية، فمحتاج ان هو حد يشجعه او ان هو يغير من حد فيتنحرش كده ويبدأ ان هو يعمل. انا ضد الكومباريز بكل الطرق. الكومباريز ما بتعملش حاجة غير ان هي بتقلل ثقة الانسان في نفسه. دي اول حاجه. تاني حاجه، بعيدا عن انها بتقلل ثقه الانسان في نفسه بتخليه يكره الشخص اللي بتقارن بيه. فانت حرفيا انت دلوقتي بتشوه البني ادم من جواه. ولو حتى لو ممكن يكون حد صاحبه وانت بتقارنه طول الوقت بصاحبه، صاحبه ده وهو بيحبه، مع الوقت هتلاقيه ما بيحبوش وهتلاقيه بيكرهه وهتلاقيه بيبدا ان هو يحقد عليه. بسبب ايه؟ بسبب ان حضرتك طول الوقت شايف ده ومش شايفه هو. ده طبيعي. وبعدين دول اطفال، دول ما بيفهموش حاجه، يعني مش ان هم ما بيفهموش حاجه، بس ان هم مش هيعرفوا يمنطقوا الامور او ان هو يكون دماغهم لوجيكال قوي يعني. حقيقي نفسي تنتشر فكرة ان هو كل واحد له عيوبه الخاصة وله مميزاته الخاصة، وان هو يبدأ ان هو يرضى كده باللي هو معاه ويبدأ ان هو يشتغل عليه ويبدأ يبحث جوه ولاده على الحاجة اللي موجودة جواهم ويبدأ ان هو يطورها. مش ان هو يقعد طول الوقت لازم يكون كذا ولازم يعمل كذا وكل الكلام ده. لا، اقعدوا واسمعوا ولادكم وشوفوا هم عايزين ايه. يعني نفسي تقعد مرة واحدة بس تعرف انت ابنك عايز ايه. يعني مش ان انت طول الوقت انت عايزه كذا عايزه كذا، انت طول الوقت شايف ان الموضوع من عينك. اقلع النضاره دي شويه وبدله الكراسي، يعني اقعد مكانه كده والبس نضارته وشوف هو شايف ايه او هو عاوز ايه او بيعمل ايه في حياته عموما. إيه كمان موضوع المقارنه ده بيلمس معايا في حته الرضا. هو احنا ليه مش راضيين؟ يعني بجد احنا ليه كناس ما بنرضاش، او ان احنا طول الوقت حاسين ان احنا في صراع او عندنا هوس باللي مع غيرنا، او ان احنا طول الوقت عايزين ان احنا يكون معانا حاجه؟ ما هو بسبب ان احنا ما بنرضاش، ان احنا ما عندناش كونسبت الرضا. احنا ما عندناش حته ان احنا نرضى كده وان احنا نقول الحمد لله على الحاجات اللي عندنا، وان احنا كويسين في حاجات معينة لو حد غيرنا كويس فيها. وان الارزاق متقسمة وان كل واحد له رزقه وكل واحد له الاختبارات بتاعته وان كل واحد له الحاجات. لا، احنا عايزين كلنا نبقى كوبي واحد ونمشي كلنا زي بعض. وطبعا مهما قعدنا نشرح ونقول يا جماعة المقارنة وما ينفعش تقارنوا والكلام ده، ممكن محدش يقتنع بالكلام اللي انا بقوله او ما يستوعبش، يقول على فكرة انتوا عايزين الناس تفشل وانتوا الجيل اللي مش عارف ايه وانتوا الجيل. يعني على طول فكرة الاصبع الاتهام ده اللي هو انتوا الجيل خلاص، يعني اللي بتعملوا كل حاجة وحشة في الحياة، والحاجات القديمة ما تنفعش مع الحاجات اللي في الجيل الحالي. يا بنتي يعني انت بتداني في ملطة على فكرة، ما ينفعش انت تتكلمي كده. انا مقتنعه جدا 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 ان انت ممكن تكون كانسان بتحكي في حاجه او ان انت تكون بتقعد تقول في حاجه. يعني كونسبت الرضا ممكن احنا كلنا نقول الحمد لله احنا احسن من غيرنا ومبسوطين وراضيين وعايشين وكل ده تمام، بس مش ملمسه جوانا، احنا مش حاسين المعنى بجد. ودي حاجات ما بتتقالش، دي حاجات بتتحس كده. ومش كلنا السنسور بتاعنا واحد ان احنا نقدر نحس نفس الحاجه او ان احنا نقدر نستشعر نفس الحاجه. فانا مقتنعه جدا بالكلام ده، وممكن ان احنا نقعد نعيد كلام ونقول كلام احنا مش حاسين بيه. بس انا عايزه اقول لك ان الكلام ده اول ما يبدا يلمس حته جواك او يبدا ان انت تحس بيه، صدقني بجد هنا يعني وان ستيب في التغير الحقيقي، في تغير المينتاليتي بتاعتك، وتبدا ان انت تتطور في حته معينه او تبدا ان انت تشوف الامور بنظره معينه. كمان حابه ان انا احكي برضو حاجه من النماذج اللي انا كنت بقابلها في الفصل، العيال المشاغبه. يعني في بجد عيال مشاغبه بطريقه فظيعه جدا. ان هو تلاقي تكون انت مثلا واقفه قاعده بتكتبي حاجه وبتشرحي حاجه تلاقي الصفيره طالعه، او انك تلاقي حد بيقول نكته عشان وكلهم يضحكوا والكلام ده. بس الفكره ان هو فعلا 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 الناس دي بتبقى عندها، يعني الاطفال دي ما بيبقوش متشافين في بيتهم كفايه، فعايزين ان هم يجوا ياخدوا اللقطه كده، عايزين يجوا يعملوا حاجه فتضحكك في الله بجد، فاديلهم اللقطه في حته تانية. يعني برضو حته ان احنا يكون عندنا اويرنس بالناس دي وان هو احتياجاتهم ايه، او ان احنا نبدا نستبصر الامور، ده بيعمل الفعل ده ليه وده بتقول كده ليه ودي بتعمل كده ليه. هتلاقوا برضو الموضوع ده بيسهل كتير قوي. يعني انا مش وجه نصيحة، انا يعني انا على الله حكايتي خالص، يعني مش ان انا اطلع اقول للناس نصيحة، بس بجد بجد بنصح اي حد في سني او ان هو مسؤول عن طلبة. الناس دي احنا هنتحاسب عليها واحنا مسؤولين تمام المسؤولية ان الناس دي تكون كويسة، وان احنا
نقدر ان احنا نحافظ عليهم بشكل عام يعني، وان احنا نقدر ان احنا نقدر احتياجاتهم. كمان احنا محظوظين جدا ان احنا بقى عندنا اويرنس اكتر ان احنا نقدر نتعامل معاهم. يعني احنا مش من الاساتذه القديمه اللي بتدخل بالخرزانه نمسك نموت الواحد ونطلع، لا، احنا ناس عندنا دلوقتي في افكار وعندنا معتقدات وعندنا اويرنس بان الناس دي عندها احتياجات، او ان هم احتياجاتهم بتسمع في ايه، او كل الكلام ده. فوالله في طالب بيقعد يهزر، يعني يقعد يهزر كتير قوي. مش ان احنا هنقعد نعنفه، احنا المفروض نقعد نفهم يعني هو ليه بيهزر قوي كده. مره هتبقى بالشد، ومره هتبقى بالكلام، مره يعني هيبقى الاسلوب متنوع في فكره ان انت تضبط الطالب ده، او ان انت تكون متحكم في الفصل، او ان هو ما يبقاش بيسخف منك او بيقلل منك. دي برضو حاجة يعني المفروض تكون محطوطة في عين الاعتبار. كمان فكرة ان دي حاجة احنا بننساها جدا، وطول الوقت بقعد افكر نفسي بيها. احنا كنا في يوم من الايام اطفال، يعني احنا كنا هناك في يوم من الايام، وكنا بنقعد نهزر نفس الهزار اللي بيعملوه، وكنا بنعمل كل الحاجات دي عشان ناخد اللقطة، عشان احتياج عندنا معين كنا عايزين نلبيه. فاحنا بقى كبرنا خلاص، وبدأنا ان احنا بقينا كبار، وبقينا احنا اللي مسؤولين. نسينا خالص ان احنا كنا في يوم من الايام ان احنا كنا بالظبط مكان الطلبة دي. ففكرة برضو ان احنا طول الوقت بنفكر نفسنا بان احنا كنا هناك في يوم من الايام، وان احنا نفكر نفسنا بالاحاسيس اللي احنا كنا بنحسها، هنلاقي نفسنا عندنا كمية تعاطف وكمية تواجد كبيرة جدا مع الاطفال دول، وهيكونوا محتاجينها جدا. بتكلم انا ليه وبقول كل الكلام ده ليه؟ بقول لان فعلا 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 مهنة التدريس مهنة صعبة جدا جدا جدا، بعيدا عن الشرح. الا ان هي بتقدم قيم وبتقدم اخلاق كبيره جدا وعظيمه جدا، غير فكره الماده العلميه بتاعت المدارس. الناس ما بيستفادوش منها باي 30 لازمه بعد ما بيخلصوا، يعني لو انت بتطلع سوق العمل ما بتاخدش كل الحاجات اللي انت كنت بتاخدها في المدرسه. فبشوف ان مهمه المدرس الاولى ايوه ان هو يشرح، وان هو يكون عنده ضمير ويقدم الماده العلميه على اكمل وجه، بس برضو ما يغفلش عن نقطه ان هو مسؤول عن نفسيه واحد قاعد قدامه، ومسؤول عن ان هو يربي قيم، وان هو يوجه، لانه هو لو بيوجه وبيربي قيم الحاجات دي بتثبت اكتر. يعني انا عن نفسي عمري ما افتكر مثلا وانا في اعدادي اي مدرس كان بيدخل يشرح لنا ماده علميه قد ما انا فاكره مستر كان كويس قوي قوي قوي، وكان بيدخل يقعد يحكي لنا حكايات ويحكي لنا قصص. انا كنت فاكره ان انا كنت بقعد جدا اسمع القصص بتاعته عشان كان بيحكي فيها حاجات عبره، وكنت احاول جدا ان انا اخد نفسي وان انا ابقى عبره. فهو فكره التدريس اشمل من الفكره الشائعه جدا عن الناس، وان هو احنا بنبقى مدرسين جدا وبنعمل تيك توك مع الطلبه عشان احنا ناس روشه جدا ولازم نوصل لمستوى الطالب والحاجات دي. لا، الموضوع اكبر من كده بكتير بكتير بكتير. فالمدرس هو مربي جدا يعني ومرشد، والمفروض ان هو يكون انسان بيقدم الدعم وبيقدم كل حاجة وكل ما في مقدرته من اجل الطالب ده. لانه في يوم من الايام انت بتنشئ انسان، يعني هو الطفل اللي بالنسبة لك 10 سنين ده انت ممكن تقول له جملة، ممكن تعمل له حاجة توصل معاه هو يبقى عنده 30 سنة هو بقى في المكان اللي هو فيه بسبب جملة انت قلتها. وعلى العكس طبعا المدرسين اللي بيحبطوا، او ان هم يقول لك مش عارف ايه ولازم اديله كده علشان يتشجع ويبقى مش لا، انت ممكن تحبطه جدا، ممكن تدمر مستقبل بني ادم بسبب جملة او بسبب حاجة. كمان فكرة التنمر، كنت حابة ان انا اتكلم في فكرة التنمر اللي على الطلبة. ان هو لما يجي لك طالب بيتنمر على طالب في الفصل، يعني اللي هو في طالب جاي كده وطالب تاني بيتنمر عليه، ليه احنا بناخد الموضوع باستسهال، او ان احنا بنقوم ضاربين، وان احنا ما بناخدش الطالب اللي بيتنمر ده ونفهم. يعني على فكرة دي برضو حاجة انا لاحظتها جدا، ان هو فكرة ان هو في مثلا طالب بيتنمر على زميله، بنقوم ماسكين الولد اللي بيتنمر ده مدينه علقة سخنة، وماسكين الولد التاني قايلين له خلاص انت غلبان اقعد في مكان. ما بنقعدش مع ده نفهم ليه هو ده اللي بيتنمر على ده، وده المتنمر ده بيعمل كده ليه. ما هو بالطبيعي ده مش سلوك فطري، يعني مش سلوك الانسان، مش بيتولد انه عايز يتنمر على الناس. يعني ممكن يكون اهله في البيت كده، ممكن يكون حد بيتنمر عليه فبيحاول ان هو برضه يتنمر على حد. ليه احنا ما بنشوفش اصل السلوك؟ وفكرة ان احنا نضربه هو احنا كده بنقومه؟ يعني هو مش هيعمل السلوك ده تاني، يعني هو مش هيقول لحد كده تاني. لا، الموضوع اكبر برضو من كده بكتير. يعني المفروض برضو ان احنا يكون عندنا awareness في حاجة زي دي، وان احنا نقعد ونشوف. يعني انا من ضمن الحاجات اللي كانت حصلت معايا كان في فصل سنة 5، كان في طالب قعد اتنمر على طالب تاني. وبعدين انا خدت الطالب ده رضيته وقعدت اتكلمت معاه، وبيتنمر عليك يا ابني، قال اصل هما بيقولوا لي كذا، واصل ماما بتيجي المدرسة فبيعمل كذا، وفهمت الموضوع منه من اوله لاخره.
قعدت بقى مع الطالب التاني اللي هو بيتنمر. ليه يا ابني بتتنمر عليه؟ فضل قاعد ساكت. ليه يا ابني مش عارف ايه؟ قعدت معاه شويه حلوين كده لحد ما لقيته بيتكلم. قال لي على فكره بابا بيقول لي نفس الكلام وانا ما بتضايقش، وان احنا بنهزر كده ومش عارف ايه وكده. قلت له هو بابا لما بيقول لك الكلام ده في اي قعده عائليه انت ما بتبقاش متضايق؟ قال لي لا بكون متضايق جدا وبحس ان هو متضايق، بس هو قال لي على فكره هو كده بيهزر ومش عارف ايه. فانا قعدت لقيت ان الولد ده بيمارسوا عليه التنمر في البيت، وان هو بيتضايق فهو يا عيني بيحاول يقنع نفسه ان هو الموضوع عادي وان هو وهزار وكده، فبيروح يعمله على زمايله في المدرسه. يعني المفروض ده سلوك. طبعا قعدت معاه وفهمته ان ده سلوك ما ينفعش حد يسلكه، وانه اهله غلطانين، وان الاهل مش معصومين، وان هم يعني مش معنى ان هم كبار ان هم ما بيغلطوش، وان كل بني ادم خطأ وكل الكلام ده. فدي برضو حاجه المفروض ان احنا نجيب كشاف كده ونسلطها علينا ان احنا نبدأ ان احنا نفهمها، يكون عندنا وعي بيها، تكون حاجة بالنسبة لنا معروفة جدا 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 يعني. فده كل الكلام اللي كان نفسي اقوله، والكلام اللي محشور في زوري من من الحكاية دي. وانا مبسوطة جدا بده، يعني انا مبسوطة جدا بالدفتر ده، مش عارفة ليه مبسوطة بيه، مع اني قعدت احضر كده وطالع عيني اصلا، وبنقعد نجيب اسئلة وحاجات غريبة جدا كده من على المنصة يعني. ويعني ما يلا على الله التسهيل والله.